لو انت بتعمل سيرش دلوقتي وظهرت لك وعايز اكيد حاجه في خط 10 في العبور، يبقى احلى مكان في خط 10 في المكان اللي انا واقف فيه. المكان اللي بيسعى معاك لحد 1000 شخص، 1200 شخص، بس انا كاحمد عثمان كباص منظم شايف حلوه قوي 500 600. يلا بينا. انا بالنسبه لي الكوشه دي بسميها الكوشه الملكيه. ليه؟ ده حلو جدا انك ممكن تعمل، على فكره الكوشه دي بفلوس. لو انت رحت الخليج ان كان في الكويت او في السعوديه هتلاقي نفس الستايل ده، بس الفرق ان هو ايه يعني شويه كاشات حلوه نظبط الورد هنا بالارشات ورد كانك بالظبط جبنا لك الخليج في العبور. اغلب الاماكن دايما بيبقوا عايزين مكان كبير والبسين بيبقى في النص. خلينا عارفين ان العيال دايما اشقياء، يعني لو عايزين هينطوا، بس انا كاحمد عثمان من شركه ايفنتك بنعمل ايه؟ بنوقف 2 3 على البسين زي البيترز، لابسين عادي جدا. شغلتهم الوحيده ان يبقى فيه سيفتي، والمكان تحفه. وميزه المكان هنا ان هو بيسهر لحد 3 الفجر. المكان هنا احسن حاجه فيه ان هو يسعى معاك لحد 50 70. يعني انا كاحمد عثمان شايف ان 80 عربيه حلوه قوي، بس لو شالوا الجاردي ده كله هتشيل اكتر من 3000 عربيه. العروسه ليها تولد خاص بيها. المكان هنا بيسعى معاك العروسه نقول مثلا 5 6 ماكسيموم، اكتر من كده هيقعدوا فوق. كان معاكم احمد عثمان الباص منظم في اجمل فيلم موجوده في العبور. لو انتظروني قريب اسكندريه.